والله مع اخوكم مروان يبرلس. فهمت احنا توا الرابطه نتاعنا حاجه تشكلوا وقاعدين ان شاء الله فتره باش نخدموا باش نبداو نعملوا اول تحرك في القريب العاجل. الرابطه نتاعنا هي اللي الحاكم ما حبش يعطيها لنا والوزاره ما حبش تعطينا، احنا تو باش نبداو نعملوا اول تحرك ان شاء الله في القريب العاجل. نحب العباد كل سنه تستناو فيه، واحنا رانا باش نحكوا مع الاتحاد ومع الشعب بصفه عامه. راهو احنا ما عندنا حتى حزب يحكم فينا وما عندنا حتى شيء، احنا رانا نحبوا تونس قبل كل شيء. واذا كان حركه النهضه تحب نظام الحزب الواحد باش تحكم في البلاد، راهو كل مستقص راهي بريئه من حزب النهضه، واذا كان حتى ثم جماعه زاد يحبوا النهضه، انا كلهم على كيفكم وهذيك حياتكم، وهذا كله يدخل في الحراك السياسي. فهمت؟ بالحراك السياسي به. قبل كل شيء احنا تو احنا رانا على جينا كما نقولوا على الكعبات الفاعلين لكل حومه معناها، وان شاء الله معناها العباد تفهمنا، وان شاء الله احنا ربي نقولوا ما قصرناش. احنا نحبوا لمشاكل، نحبوا لعركه، نحبوا لسفك دماء مع حركه النهضه، نحبوا بلادنا تمشي برجله، ونحبوا امورنا تمشي برجله، وما نحبوش معناها كما نقولوا نحبوا كان ديمقراطيه في البلاد، ونحبوا اي حزب يحب يخدم مرحبا به ويخدم في اطار الديمقراطيه وفي اطار الشفافيه. راهو احنا ما عندناش نظام حزب واحد، وما نحبوش نظام الحزب الواحد. نشوفوا انتم النظام تاع التجمع الديمقراطي ايش عمل في البلاد، شو ظلم في البلاد. احنا النهضه راهي فهمتوا ولا كيما هي عندها انصارها، رانا احنا زاد كل حزب راهو عنده انصاره، وعندنا رانا وخيالنا، وعندنا رانا واحنا رانا فهمتوا ولا قبل كل شيء رانا احنا فرع من فروع الاتحاد العام لتونس الشغل، واحنا رانا مع الاتحاد العام لتونس الشغل، ونحبوا الاتحاد اللي هي منظمه شغيله، المنظمه العريقه اللي النهضه تحب تعمل زاد معناها منظمه كيف هي موازيه. احنا قلنا الذي راهي الاتحاد العام لتونس الشغل معناها كيما نقولوا منظمه عريقه ياسر، واحنا رانا فهمتوا منبثقين منها هي، ونحبوا تونس، ونحبوا الديمقراطيه، وما نحبوش الاغتيالات وسفك الدماء اللي هي السمبول بتاع النهضه. سكوندو الحاجه المهمه برشا اللي رانا احنا تو باش نبداو نتحركوا، وراهو بشكركم الاخر راهي فهمتوا ولا وزاره باش تعطينا فهمتوا ولا التاشيره نتاعنا، ورانا باش نبداو نتحركوا تحرك فعال، وثم شكون ان شاء الله يا ربي باش يتبنانا ان شاء الله. ان شاء الله نحبوا نعملوا بيرو ان شاء الله، وان شاء الله فهمتوا ولا العباد الكل تعمل بيروات معنا كيما لا اله الا الله محمد رسول الله. بيرو كيما نقولوا بيرو فعال. سكوندو مش نحبوا نشكر عندي خويا زاد رب الجديد اسمه زرقا نتاع رب الجديد اللي عنده الفرع نتاعنا في تونس بارك الله فيه، هو اللي قايم معنا بالواجب، وقف معنا ورطاهم عندهم اقليه ولكن نشكروهم احنا كل حاجه. الساقس راهي باش كلها نهضويين، ثم ناس معناها تحب الوطن قبل النهضه، معناها النهضه راهي مش الاسلام والاسلام ماهوش النهضه. باهي هو تو المهم ان احنا تو اتحدنا ان شاء الله كلنا يد واحده، وراهو شكون لكم على حاجه انتم تعرفوها اللي ترى برشا عباد تحكي اللي تجي تقول مثلا راهو انا كنت معناها نقول لك مروان احنا ضربناه، ولا مروان سوسه راهو انا راني فهمت ولا راهو انا نتكلم خاطر انا نحبش النهضه، بورتو مصالحي هنا في البلاد ينجموا يدخلوا الحبس واحد نخسر مصالحي، ومعناها عندي ولاد في جرتي نخسر كل شيء. انا راهو ما يهمنيش، كل شيء في سبيل الوطن، وكل شيء في سبيل الحريه، وكل شيء في سبيل معناها الديمقراطيه. كلهم اللي احنا رانا احنا متابعين حد شيء، احنا نحبوا الديمقراطيه ونحبوا الحريه، كل انسان عنده الحق يتكلم في اطار شفافيه وفي اطار معناها ما ثماش عنف وما حد شيء، العباد تدخل تتكلم، وبعد فهمتوا ولا يصير التحرك السياسي كل حزب وثم كيما قلت تعمل تجاذبات واحد، ولا لا نوصل معناها اتفاق معناها موحد. النهضه مش حابه تجيب اتفاق موحد وديما مكبشه في الكرسي، وحكومه معناها عملت العار، وحكومه معناها قهرت البلاد وقهرت ولاد البلاد وذلت العباد وعملت ما تحبش معناها كما نقولوا ماهيش مع الوحده الوطنيه، هي راهي مش مع الوحده الوطنيه، هي عباره على حزب تحب معناها يا تصلي يا وتعمل لحيه يا انت ماكش تونسي، واذا كان انت ماكش نهضاوي ماكش تونسي. وهذوما كلهم اليوم ناس راهم ما يؤمنوش بالدوله التونسيه، ما يؤمنوش بالتونسه نتاعنا، وراهم ماهمش توانسه من الاخر. بخصوص رابطات حمايه الثوره والحمد لله معناها نقصت الفعاليه نتاعها برس 90% فهمت ولا في تونس. نقول الناس اللي قاعده فهمت ولا تبع في الفيسبوك، وكل ما ثم فيسبوك راهو كذاب، وراه الرابطه نتاعنا مازالت تشد روحها، وراه احنا عمال ما قدام وعمال ما قدام، ماناش مؤخرين من حد شيء في اطار الديمقراطيه. احنا نحاربوا النهضه اللي ما يحبش الديمقراطيه، نحاربوه كانت بالديمقراطيه. احنا نحبوا ارض تونس في سلام، ما نحبوش مشاكل، ما نحبوش اخلاق، نحبوا العباد الكل تعدى. بخصوص رابطه حمايه الثوره، اذا كان رابطه حمايه الثوره مش تدخل في اي حزب سياسي باش توصل تحرم عليه وتوصل
تفرض الوصايه نتاعها وتقول اللي صفاقس راهي كلها نهضويين. انا نقول بلا، الرقعه الجغرافيه تتسع لاي حزب سياسي يحب يخدم البلاد. اي حزب سياسي يحب يخدم البلاد مرحبا به ايا كان. والنهضه يسمى تقبل بالشيء هذا، خاطر كله امور ديمقراطيه. اذا كان هي تدعي بالديمقراطيه وما تحب حتى حزب تبعث الجناح العسكري اللي هو رابطات حمايه الثوره باش يحرم على الاحزاب السياسيه باش يخدموا في امان، هذايا كله مش ديمقراطيه. انتم تحبوا ترجعوا لنظام الحزب الواحد. واحنا رانا قبل كل شيء، رانا معناها الداخليه راهي نحترموها قبل كل شيء، وراهو يطبق علينا الشروط وتنطبق علينا الوصايه نتاع الداخليه كاي انسان، ووصايه الجيش تنطبق علينا ورانا نحترموها والعباد الكل. ولكن انت تعرفوا اللي ثم شرطه موازيه، العباد الكل تعرف في التلاوه ثم شرطه موازيه، ولا الامر راهو يخوف والوضع راهو يخوف. وراهو معناها النهضه قاعده تبعث في الميليشيات نتاعها اي حزب يجي يحب يخدم البلاد، تبعث جماعه باش يحرموا عليه ويسبوه ويهنتلوه ويفجعوه بوسائل الاعلام. يا راه وسائل الاعلام ما تخوفناش، واللي عبد اللي قدامكم راني قوي ياسر ياسر، قوي كان برجال وقوي كان بربي سبحانه وتعالى، وراني نحب نخدم البلاد. واذا كان اي واحد جاء قال راهو مروان خذا فلوس من عند اي واحد ولا ثم شكون مولي، مرحبا به ومستعد يتحمل مسؤوليه كامله. واذا كان ثم واحد جاء قال راهو مروان استعمل العنف مع اي انسان ولا فجع اي انسان، جات مني شكايه الحمد لله نحب الداخليه تفرض عليه الوصايه نتاعها وتطبق عليه القانون كاي انسان اخر. بخصوص زياره السيد راشد الغنوشي والسيد باجي قايد السبسي في الجزائر، ودولة الجزائر الشقيقة عملت كما تقولوا مصالحة بين الكتلتين معناها، فهمت؟ أنا أقول لهم معناها توا زايد معناها واحد ماشي منا واحد خلط في جرته والأسلوب المراوغة، معناها شكون مش تخبيوه؟ أنتم مش تخبيوه على أصحاب الأرض، مش تخبيوه على أصحاب المشكلة. هذه عندنا حق فيه، معناها احنا لازمنا نعرفوا كل شيء ونعرفوا اللي قاعد يدور في الكواليس معناها، فهمت؟ هذا راهي بلادنا ماهيش ملك النهضة، راهي بالكم النهضة راهي ما عندهاش تونس، راهي طلعناه واعطيناه الشرعيه لمده عام بامور قانونيه. تو عندنا عامين بامور قانونيه يخرجوا علينا احنا ما نحبوهمش بالقانون. واذا كان شرعيه اعطتك الحق باش تسبنا وتهنتنا وتسمع الكلام تو بالله انتم ضربتين شادين مسكين هذايا سي الهاني هذايا شادينه وسي زروق شادينه في الحبس على خاطر تكلم كلمه، انتم خاطر تكلم كلمه ما سبش ما تذبش معناها. وانتم اصلا انتم النهضه بيت الداء، مش نعطيكم على بار جوستيفيكاسيون. انتم تشدوا في اي انسان يتكلم بحريه ويتكلم بامور ديمقراطيه تشدوا، وانتم الصاحب يعطيك وغيرهم الصاحب يعطيك وميليشياتكم النهضه وحمايه الثوره تسبوا في العباد وتهنتوا في العباد وتهينوا في العباد وتهدوا في العباد، ودي ما عندكم الحق. لا يا اخوي، يتطبق عليكم القانون. خاطر انتم قبلنا، خاطر انتم ما تكونوا مثال للشعب التونسي وانه ما تكونوا قدوه لنا احنا، اما على مراد الله. انتم راكم ناس تعبين والنهضه راهي يجي نهار وتوفى، خاطر ما دامش التجمع الدستوري الديمقراطي ما ادرك، ما دامش الحزب الدستوري نتاع لحبيب بورقيبه، ما دامش الدوله العثمانيه، ما دامش الفرنسيس. باهي عندي لاخويا وسي حاتم الوصيف كان عنده شيء ما يضيف في امور نحن ان شاء الله. تفضل سي حاتم. نحكي على امور بلا ضيف لان الذين نحبوا الجمله ما عملوا معنا حتى شيء، وعندها عمل الشد الحكم ما كان حتى شيء. البلاد فيها ولا ماشي الخير من البلاد مش كامل. واحنا المفروض علينا ذيك البلاد مش كل حزب يجينا هنا في صفاقس. مرحبا به، المفيد في اطار الديمقراطيه. رانا نحبوا لا فلوس ما نحبوا حتى شيء، نحبوا نخدموا البلاد. وراني نقول لكم الشعب التونسي راه ثم شرطه موازيه. وناهيك اللي السيا وكاله المخابرات العالميه السيا هي اللي اعطت معناها الوثيقه اللي تدل اللي سيا كانت سمعتوش بها سي المرحوم محمد الابراهيمي وقت جا باش توفى، قالت لهم راهو ثم سير اغتيال سياسي وجاء عند فيد سيد رئيس الحكومه سالي العريض وشوف انت معناها تو باش تعرفوا به. تصور انت معناها انسان على باله اللي فهمت ولا كيما الناطق سياسي معروف كيما محمد الابراهيمي مش يتم اغتياله وحكومه النهضه ساكته وما عملت له حتى اسكورت، لانها ثغره كبيره في امور الدوله، في امور تحس اللي الداخليه مسيسه، تحس اللي تبع بيت مضروب على يديها، تحس اللي ثم شيء يخوف. وبلادنا راهي مش ماشيه للتقدم، بالعكس احنا رانا تعبين، حتى في امور الاقتصاد رانا تعبين واحنا رانا مش ساكتين. ثم رابطات حمايه الثوره، ثم رابطات حمايه الوطن والمواطن. باللي يحبوا هم احنا رانا نتصدوا لهم معناها في اطار الديمقراطيه. واذا كانوا هو يبداو بالعنف احنا ما نجموش احنا نرجعوا عليهم معناها بالعنف، ولكن اذا كان معناها ضروره احكام معناها فهمتش. العباد كلها احنا تلمينا هنا نحبوا نخدموا تونس، ما عندنا حتى شيء. نحب نخدموا البلاد، ما عندنا حتى شيء، ان شاء الله تعطيونا الفرصه باش نخدموا البلاد.
وان شاء الله معنا تدخل فينا كما احنا واثقين في الاحزاب السياسيه اللي قاعده بنا جبهه الانقاذ وغيره وغيره وغيره. انا مش منتمي لاي حزب، واي حزب يحب يخدم تونس مرحبا به. راهو اقول لك ايش معناها الديمقراطيه؟ معناها راهو مجموعه احزاب قاعده تخدم تونس وقاعده تتعارك على الكرسي اللي هو كرسي تاع رئاسه الحكومه وكرسي الرئاسه. علاش؟ باش تخدم البلاد. اي حزب راهو بالتصويت راهو مرحبا به ونخدموه، احنا رانا ناخذوا معاهم ونمنعوا. احنا رانا مشكلتنا رانا لا نجيو بلاصه الداخليه حاشا وكلا، لا نجيو بلاصه الجيش حاشا وكلا. احنا رانا كونتر رابطات حمايه الدوله اللي عامله خلل كبير ياسر. خلل. احنا رانا زاد نقول لكم حاجه، رانا اذا كان النهضه قاعده تتكلم في الناس وتقول لهم راهو رابطه حمايه الوطن والمواطن كونتر الدين، انا نقول لهم احنا مش كونتر الدين، احنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ربي سبحانه وتعالى ومع المذهب المالكي، ورانا احنا نحبوا تونس ورانا نامنوا بالدوله التونسيه. صحيح احنا مسلمين ونامنوا بالرسول ولا شيء، لكن نامنوا بالدوله التونسيه. وبرشا عباد يجي يقول لك هذا ما كله شارات ما يساعدوناش. انا نقول لهم اللي يقولوا كلوشارات راهم هما الكلوشارات. اذا كانوا هم يحبوا يقصيونا من العمل السياسي انا نقول لهم يزيكم وحش مع روحكم. الساحه السياسيه مستحقه لبرشا عباد. الفلاح، المعاق، المضطهد، اي انسان راهو عنده حق في النشاط السياسي. ايش معناها كلوشارات؟ انتم تحبوا تقصيونا من العمل السياسي، علاش خاطر انتم خايفين منا؟ احنا رانا فعالين ياسر ونعرفوا كلمه الوحده. احنا عندنا حق نجيو نقولوا اللي النهضه ما نحبوهاش. تحبوا تجيو معنا جو مرحبا، ما تحبوش تجيو معنا زاد مرحبا. راهو اللي ضدنا مرحبا به واللي معنا زاد مرحبا به. ولكن وقت اللي نلقاو رابطه حمايه الثوره، نلقاو النهضه بالميليشيات نتاعها تحب تضر البلاد، راهو احنا رانا ما يمناش فيها ورانا نقفولها راهو باللي تحب بيها. ورانا عندنا الموارد البشريه وعندنا رجال اللي نجموا نتصدوا لحركه النهضه. احنا رانا ما عندنا مشكل مع حتى حد. واذا كان ثم احزاب تزرع نار الفتنه في الصفاقس وتحب تأول الناس على بعضها، انا نقول لهم راكم فوتيف وراكم ما عندكم تعملوا. انا سبحان الله انا راني مرمدي على الاخر، والعباد اللي معايا يعرفوا لي مرمدي. وانا راني في وقت الاوقات وقت قبل ما يتوفى الابراهيمي اتكلمت وجيت في تونس وجيت في برشا قنوات وجيت في الصحافه بالفرشه، قلت راني نكره النهضه. راني ما عندي مصلحتي، انا مصلحتي مش نهضه تقعد خاطر مش نخدم على روحي، ولكن انا مصلحه تونس قبل مصلحتي انا. وانا قلتها من الاول انا مش رقاص، انا راني نكره النهضه بالفرشه، حكيتها وبدليل كنتوا تروا لي جيستيفيكاسيون في وسائل الاعلام. برشا عباد تزرع على الفتنه وبرشا عباد تجي تحب تاول، وبرشا عباد تقولوا مروان ضربناه ولا مروان شدوه خاطر فوشيك ولا مروان كذا. راني انا قوي ياسر يا عباد، وراني انا ما خافش منهم هذوما، وما دام انا عندي رجال وعندي الناس اللي تتفهم وعندي العقول. انا والله العظيم سيدي هو الناس على البالة اللي تم برشا انساحبوا يدخلوا معنا. جيت انا قلت لهم انا راني ما نجمش نقبل، قسمت بالله العظيم برشا انساحبوا يدخلوا معنا. قلت لهم انا ما نجمش نقبل اذا كان وزاره الداخليه ما تعطيني تاشيره انا. وعملنا الاول مره وثاني مره سي محمد علي على البال وبعثنا ولا يا محمد علي؟ هذا يا سيدي بعثناهم وحبوا شويه يفقونا. عليه حلف انا علاش معناها فهمت علاش معناها؟ احنا رانا حزب احنا رابطه عاديه. احنا رانا رابطه عاديه. رابطه عاديه تحب تحمي البلاد، واذا كان كنتوا عندنا اي حاجه بالعنف يا اخوي دخل انا واحد من الناس. ريت الجماعه اللي معايا انا نتكلم على انا نتكلم باسم الجماعه، اذا كان حاجه مش تضر الجماعه انا نتحمل مسؤوليتي. وانا راني اللي بعد اذا كان ثم حبس ولا ثم حاجه راني اتحمل مسؤوليه ولا ندخل حبس، والجماعه هذوما ما يصير لهم حتى شيء. فهمتوا ولا؟ خاطر هذوما راهم جايين وقفوا معايا للفكره نتاعي، خاطر لقاوها فكره تعجبهم وفكره تمثل الصفاقسيه وتمثل تونس. اذا كان حركه النهضه راهي مش ما تحبش الشيء هذايا وقاتل كلامي انا فهمتوا اللي يضر مصالحها، انا نتحمل المسؤوليه وندخل الحبس وما نحبش تخرج يا اخويا. والجماعه هذوما يروحوا لديارهم امورهم سانك. والجماعه راني انا عيطت لهم هذوما راهم لبوا النداء بتاعي انا خاطرهم رجال راهم لا خذاو فلوس. راهو احنا رانا نخدموا الديمقراطيه قبل كل شيء. احنا سلاحنا هي الديمقراطيه. واذا كان رابطه حمايه الثوره تحب تتدخل في امور الاحزاب وفي امور الديمقراطيه وفي امور الصحفيين، احنا رانا نقفلها. وانا راني معروف فهمت؟ وانا راني نضحي بروحي بالله يجوا يقتلوني برسمكم اللي نحب ندخل الحبس. بالله يحب كرتوش يحبوا لي شهيد بالله. نحب نمشي شهيد، انا عمري كان نعرف الشر نحب نمشي شهيد. راكم معكم تعملوا لي راني راجل حديدي فهمت؟ ما نخافش انا ما نخافش. فهمت؟ واذا كان ضربتينا وعاملين في الفيسبوك واحد محناه والله اكبر ومشيت راس تحبوا تخوفوا الناس، راهو الناس ما تخافش. ناهيك اللي الشعب
الشعب السوري الشقيق ما وخرش. اضطهاد طبعا اسد ولا اضطهاد تاخير وما وخرش. ناهيك الشعب التونسي ما وخرش بالديكتاتوريه نتاع بن علي. ناهيك الشعب الليبي كيف راهو الشعب قد ما ترهبوا قد ما يزيدوا يزنوا عليه. يقول هذا اتقي مولاك ويزيوا من التاويلات ويزيوا من السياسه تحبوا تقزموا عزائم الرجال وتفضحوهم وتحبوا تهينوهم. واحد يقول له محش معركه انتم ما كنتوش مسلمين، انتم وينكم الاسلام وينه؟ انتم ما كنتوش مسلمين، انتم تحبوا تهينوا الرجال وتحبوا تقزموا العباد. تقولوا سي اخونا فهمت ولا يحب يكره النهضه يجيبوا يجبدوا له شرفه ويجبدوا له معناها المراه نتاعو يجبدوا له كذا معناها اسلوب دنيء كيما حركه النهضه دنيئه، اسلوب تعملوا فيه اسلوب حقير. مره جايبين سيدي اخر نكته جايبين سويت رجل عمره 85 سنه ولا 87 سنه سي باجي خايسبسي جابوه بسكساري. ما صارتش في عهد بن علي، في عهد بن علي ما صارتش. فهمت؟ حركه النهضه حركه نجم نقول عليه كان واطيه. فهمت؟ وين تحمل مسؤوليتي؟ حركه واطيه وحركه حقيره اللي هي ما تحبش التوانسه وما تحبناش يد واحده. قبل كل شيء احنا رانا نحبوا التاشيره نتاعنا. بالله يجزيكم من المماطلات. وزاره الداخليه راهي وزاره نظيفه، وزاره راهي بقدره ربي راهي وزاره شفافه. حبوا يا خويا التاشيره نتاعنا باش ننشطوا. اذا كان ريتوا عليا انا حاجه يا خويا نجيبوا واحد اخر باش يكون الرئاسه. بعد ذاك وثيقه باسم محمد علي الحمروني قلت لا محمد علي راه كل شهر نبيعوا عليه. عملت لهم قلت باسم مروان قلت برا نبيعوا عليه. بعثنا باسم واحد معناته تحبوا تقصيوا العباد. علاش تحبوا تكسونا جناحنا؟ احنا نحبوا تونس ونحبوا بلادنا تمشي في امان. انتم ما تحبوش تونس تمشي في امان خاطر انتم عندكم مخطط صهيوني، مخطط شرير. تحبوا تقصفوا الاحزاب باش تشدوا انتم الكرسي الى الابد. راهي العباد فاتت كما قال خويا حاتم وصيف. العباد راهي فاتت واحنا رانا نبوكم واحد من رابطات حمايه الثوره رانا ليكم بالمرصاد. وراهو نقول لتونس كامله اللي ولات تشك في صفاقس نقول لها صفاقس راهي بلد نظيف، بلد راهو يستوعب برشا احزاب، بلد راهو عنده كلمه في النشاط السياسي والحراك السياسي، ورقعته الجغرافيه اللي هي في تونس راهي معناها عندها كلمتها وعندها الوزن نتاعها. ورانا احنا وصفاقس راهي ماهيش نهضويه كلها، ورانا احنا كونتر النهضه. وانا واحد كمروان المستيري معروف بمروان البرنس راني نكره النهضه ونقول لهم هاي كل عباد كنت تسمع فيها راني ما نحبكمش خاطر انا مش رقاص. سياسه الاغتيالات وسياسه الاقصاء وسياسه القتل وسياسه التنكيل الجسدي والتنكيل المعنوي تستعملوا فيه انتم راهو مش تاع توانسه، مش نتاع اسلام. انتم ما كنتوش مسلمين وما كنتوش توانسه. ولا ان شاء الله باش نعملوا حراك كبير ياسر. مش لقاونا على الاقل 100 و200 و1000 ممكن تلقاونا، ومش ناقف وسط البلاد، ومش نعملوا اول حراك قوي ياسر. وكلم خويا اللي هو زرقاء اول باب جديد اللي هو عنده زاد الرابطه نتاعنا في تونس، وكلم الرابطه نتاعنا في عقارب وفي منزل شاكر وفي كامل تراب الجمهوريه. ان شاء الله انا ما نسيت حتى حد اللي هما يقتدوا بينا. ورانا باش نعملوا حراك سياسي قريب ياسر مش يكون عنده وزنه. وان شاء الله يا ربي اللي هو حق من حقوقنا نحبوا نخرجوا في البلاد ونندوا بحركه النهضه. وانا نقول للناس الحقوقيين يا احنا رانا معكم، واي انسان لو عنده حركه كونتر النهضه احنا معكم، واي انسان اللي هو يحب يشابه النهضه احنا معكم، اي انسان كونتر النهضه يدش يهودي احنا معكم، واي امراه معناها حقوقيه واي امراه معناها تحب تقدر احنا معها. وراهو انا نقول لكم انا مش نزيد ننبهكم، راهو اي سياسه اقصاء باش يرجع بالوبال على حركه النهضه وبالوبال على رابطات حمايه الثوره. وان شاء الله اذا كان باش نعملوا ان شاء الله احنا بقدره الاله ان شاء الله بتكاتف الايدي رانا باش نعملوا بيرو وباش نعملوا مقر. ورانا احنا حركه الاقصاء تحبوا تعملونا ما تمشيش معانا راهو. واحنا رانا قوه وياسر. في الختام نقول لكم ان شاء الله يا رب تفهمونا وان شاء الله تقفوا معنا، وان شاء الله اي حزب يحب يخدم مرحبا به في صفاقس. واذا كان خايفين من رابطات حمايه الثوره احنا ليها بالمرصاد. احنا نحبوا الديمقراطيه تعم في صفاقس وتعم في تونس كامله. اكهو. واخر كلمه نحب نقولها، رانا احنا مع الاتحاد العام لتونس الشغل، ورانا احنا نسقوا مع الاتحاد العام لتونس الشغل، واحنا رانا مناصرين للاتحاد العام لتونس الشغل، المنظمه العريقه والمنظمه الشغيله، ونحبوا نخدموا تونس ليس الا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم مروان البرنس وهذوما اخواتي
وان شاء الله تكون المساج وصلت وان شاء الله ناخذ مع بعضنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.